تعالوا نعمل مع بعض هريسة الشطة. احلى توقيت تعملي فيه هريسة الشطة هو التوقيت ده. شايفين الفلفل؟ هتجيبي لي الفلفل اللي هو التخينه ده، ما تجيبيش الفلفل البلدي، مش هيرب معاكي ومش هيديكي لون جميل خالص، هيبقى مبزر ومش حلو. هاتي الفلفل التخين ده، وحاليا دلوقتي متوفر الكيلو ب20 جنيه وجميل. كل اللي انا محتاجاه منك في هريسة الشطة ملح ابيض، توم، ليمون، خل. شايفين الليمون ده كنا مفرزينه مع بعض تحفه. ولو ما عندكيش هتجيبي ربع كيلو ليمون وهتعصريه لكيلو فلفل. يلا نبدا. جبنا الكبه بتاعتنا، غاسلين الفلفل بتاعنا كويس بالشكل ده، هنخرطه. انا ما بشيلش منه البذر ولا اي حاجه، الفلفلايه دي ما بتبقاش مبذره قوي زي الفلفل البلدي. هتقطعيه زي ما هو كده في الكبه بتاعتك. كده احنا قطعنا الفلفل زي ما انت شايفاه. هننزل بالملح، هنزل عليهم 3 معالق كبار من الملح، حوالي ربع فنجان صغير خل. الثوم، شايفين بياض الثوم؟ شايفين حلاوته؟ تحفه. الثوم ده اللي احنا فرزناه مع بعض. ننزل بمعلقه كبيره ومكعبات الليمون. حلو قوي كده. مش هننزل باي حاجه تاني. اضربي لي بقى الكلام ده حلو قوي. شايفين جمالها؟ هضرب الكميه كلها زي ما انا وريتك وهرجع لك تاني. وهي دي شكل هريسة الشطة بتاعتي. شايفين شكلها وجمالها؟ ما بسلقهاش، هي دي الطريقة الصح بتاعتها. اعمليها ومش هتندمي، تقعد معاكي للسنة. خلاص. معايا برطمانات زي كده، عايزة تحطيها في برطمانات في بولات زي كده بغطا برضو حلوة بعملها. البرطمان ده بحطه في التلاجة من تحت، ما تقلقيش ما بيجرالوش اي حاجة. ماري، هو الهريسة دي للبتنجان بس؟ لا طبعا. الهريسة دي لو عاملة قوطة مخللة، تخليل مخلل طبعا بينفعنا حلو قوي في الليمون، في الزيتون، في البصل. في اكلات بنحتاج لها برضو معلقه من هريسة الشطه، حلوه قوي وهتنفعك. جربيها، بتعمليها للسنه ما بيجرالهاش اي حاجه، لان في توقيت ما بتلاقيش فيها الفلفل الاحمر ده. شايفين شكله؟ بقيه الكميه اللي معايا احطها بالشكل ده كده. اوعي تحطي لها زيت، ما تقلقيش ما بيجرالهاش اي حاجه. وهي دي طريقتي في هريسة الشطه. يلا يا رب تجربيها وتعجبك.